انا دي المره الخامسه اللي انا اصور فيها الفيديو ده، فهي دي الفيرجن اللي هتنزل، فاستحملوا معلش. والفيديو ده انا اتاخرت ان انا بعمله لسببين: واحد كنت بعزل، اتنين هو الموضوع خد مني وقت ومجهود. ان انا قررت ان انا هشوف ايه كل الريسيرش اللي اتعمل عن ازاي الواحد يزود التستوستيرون بتاعه طبيعي، وهجرب الحاجات دي على نفسي وهنشوف النتيجة تفرق ولا لا. فاللي انا توصلت له في الاخر، عرفت ان انا ادبل او اضاعف التستوستيرون بتاعي في فترة حوالي شهرين او ثلاثة. ده في الاخر بعد ما وصلت اللي زي بروتوكول او حاجات معينة قررت ان انا همشي عليها، في الاخر وصلت لده. بس اللي انا اكتشفته في الاول ان البشرية فعلا فانت جزء كبير قوي من حياتها بتحاول ترفع التستوستيرون بتاعها. وكان في حاجات غريبة قوي قوي قوي، حاجات مش عارف اتكلم عليها في الفيديو ده لاسباب كتير. ثانيها مثلا ان الموضوع وصل لمرحله مع الناس ان هو قالك السجاير بتزود التستوستيرون. فيعني كل ده مش يعني كل ده هيطلع اي كلام، وهقول لكم باختصار شديد قوي ايه اللي انا عملته عشان اعرف اضاعف التستوستيرون بتاعي. هحط الموضوع في كاتيجوريز، وهنبدا بالكاتيجوري الاهم ثم الاقل اهميه وهكذا لحد ما ننزل تحت خالص من وجهة نظري. يعني فاول كاتيجوري انا حابب اتكلم عليه هو الاكل. الاكل كان تقريبا بالنسبه لنا اكتر حاجه فرقت في التستوستيرون. اوكي، ستايل الاكل. طب انا غيرت ايه في الاكل؟ باختصار شديد جدا وفي جملة واحدة، بقيت باكل هاي فات. ليه؟ علشان لأسباب أكبر من هذا الفيديو يعني. بس باختصار شديد، انت علشان جسمك يفرز تستوستيرون، حلقة الوصل المهمة جدا هي ان جسمك يبقى فيه كوليسترول. لدرجة ان انت لو حد ما بياكلش دهون او كوليسترول، اكل فيه كوليسترول كفايه، جسمك ساعات هو اللي بيفرز الكوليسترول ده علشان هو محتاجه علشان يكون الهرمونات عامه منها التستوستيرون اللي انت محتاجها. فانا شفت الدايت بتاعي الى هاي فات دايت، وكان في ريسيرش اتعمل هحطه هنا في مكان ما. اكتشف ان اي حد رجاله اللي كان الدايت بتاعه 40% من اجمالي الكالوريز في اليوم جايه من الفاتس، التستوستيرون بتاعهم كان اعلى. وما لقوش زياده لاي حاجه اكتر من 40، بس الاقل من 40 لقوا ان التستوستيرون عنده اقل. فانا بقيت بتارجت 40% من التوتال كالوريز بتاعتي، بغض النظر انا بكت ولا بدايت ولا ببالك ولا بعمل ايه، هيبقى جاي من الدهون. طيب، ده مش معناته ان انا بقول لك روح كل حاجات مقليه وان انا بديك هذه الرخصه، لا. تمام، انا بقول بس ان الاكل بقى هاي دايت، هاي فات دايت. فاكزامبل لليوم مثلا كان بيمشي ازاي. عادة كنت بصحى، كان الفطار بيبقى بيض كامل، باخد مثلا 3 4 بيضات، احط عليهم زيت جوز الهند، زيت زيتون. ده بيبقى اللي هو البروتين والفات بتاع اليوم، يعني بتاع الوجبة الأولانية. وجنبها كل بقى اللي انت عايزه، كارب بتاع مش عارف ايه كده. بعد كده عادة بنزل اتمرن، وبعد التمرين باخد اي بروتين. فبس كنت بختار الحاجات اللي فيها فات اعلى. بمعنى ان انا مثلا لو هاكل فراخ، بدل ما اخد صدر، لا هاكل اللي هو الوراك علشان فيها فاتس اعلى. اللحمه بدل ما ادور على الحته اللي هي ما فيهاش دهون خالص، لا باخد الحته اللي فيها دهون اكتر شويه. فكنت باكل مثلا لحمه مفرومه كتير، ستيك كتير، حاجات من هذا السياق. والعشاء كنت بتعشى عادة أي حاجة موجودة بقى، اللي موجود في البيت. لو في أكل معين، لو هناكل من بره، ديليفري، معزوم، بتاع مش عارف ايه. خصوصا انا كنت برضو في بالك، فانا في البالك باكل اللي انا عايزه، ما بحسبش قوي. بس ده كان عامه ستراكشر الاكل بتاعي، ان انا في كل وجبه بحاول اخليها هاي فات. وفي النص حاجات كده كنت بحطها، يعني هي مش ما اقدرش احطها في وجبه معينه، بس كنت مثلا باكل ناتس، عين جمل مثلا كان كتير قوي. ففي الفاكهه كنت بركز على حاجات زي الافوكادو. ده اللي انا كنت بعمله. لو انت حد ملتزم بقى وعايز تاخد الموضوع تكه اعلى من كده، دي حاجه انا ما جربتهاش، بس يعني اتفضل جرب. انك تاكل حاجات بتقلل الهرمونات اللي هي تعالى نعتبرها عكس التستوستيرون شويه، اللي هو الاستروجين، اللي هو الهرمون اللي بيتسمى الهرمون النسائي. في حاجات زي البروكلي مثلا بتقلل الاستروجين في الجسم، فتاكل حاجات زي دي. تاكل الحاجات، مش تاكل، تبعد عن الحاجات اللي بترفع بقى الاستروجين في الجسم، اللي هي زي مثلا الصوي، اللي هو الحاجات زي مثلا الناس اللي بتاكل سوشي، الصويا صوص. لو هتاكل اي حاجه مصنعه او حاجات مثلا جايه في علب او اكياس او كنزات او اي حاجه، اتاكد برضو ان هي ما فيهاش صويا صوص، ان هو بيتحط في كذا حاجه يعني. فده اللي هو ايه الحاجات اللي هي للاستروجين بقى، فتبقى بتقلل وبتمنع حاجات ترفع الاستروجين، وفي نفس الوقت بتاكل الحاجات اللي تدي جسمك الدهون
اللي هو محتاجها، اللي هو كوليسترول بمعنى اصح، عشان يخلق التستوستيرون ده بالنسبه للاكل باختصار شديد. تاني حاجه، ودي اكتر حاجه بالنسبه لي كانت مهمه بعد الاكل، واللي هو كان النوم. ده تاني توبيك او تاني كاتيجوري. طبعا النوم حاجه مهمه جدا جدا جدا، فباختصار شديد شديد جدا، نام بالليل، ما تنامش الصبح. خليك بني ادم، بلاش نطبق. حاول تثبت مواعيد نومك، وحاول تشوف ايه الحاجات اللي بتحسن كواليتي النوم بتاعك، اللي هو زي مثلا ما تقعدش تلعب على التليفون قبل ما تنام كتير، تسقع مش عارف درجة الأوضة شوية. شكرا. الكافيين برضو، ما تاخدش كافيين قبل ما تنام ب6 ساعات. كل الحاجات دي بتفرق في كواليتي النوم. فطول ما انت عارف الى حد ما، عشان احنا برضو بني ادمين وعندنا الدنيا متغيرة، بس طول ما انت قادر تثبت مواعيد النوم، انك تدخل تنام مثلا الساعة 10 11 بالليل وتصحى الصبح، ما انتش بتلخبط الجدول ده، ما انتش بتقعد سهران طول الليل. آه، كل الحاجات دي طول ما انت عارف تثبت كواليتي النوم، ده هيفرق جدا في التستوستيرون، علشان جزء كبير منه بيتفرز برضه وانت نايم. ده النوم باختصار شديد، وانا مش قادر استرس النوم كان قد ايه مهم. وهو رقم 2 بعد الاكل. تالت كاتيجوري هتكلم عنها هيبقى التمرين. التمرين بالنسبه لي انا ما اختلفش قوي، عشان الريسيرش اللي انا لقيته كان بيتكلم على واحد، ان انت تخلي تمرينك مايل او ميال اتجاه السترينث تريننج. مش معناته انك تتمرن زي الباور ليفتر، بس تدخل تشيل اوزان. ما يبقاش هدفك ان انا داخل مثلا هلعب النهارده توتال 30 مجموعه، 20 وعدى في المجموعه الواحده، وتبقى حارق نفسك. لا، هو الهدف او الريسيرش يعني كان بيقول تدخل تتمرن 45 دقيقة لساعة، تبقى التمرينة سترينث فوكست أكتر، تدخل تشيل أوزان تقيلة. الأوزان التقيلة دي بتحفز إن جسمك يساعد إن هو عايز يفرز تستوستيرون أكتر. فده كان ستايل التمرين. بالنسبة للكارديو، أنا عشان كنت في البلك فأنا ما كنتش بلعب كارديو. بس بالنسبة للكارديو كان الريسيرش بيقول يعني إن باختصار شديد، لو الكارديو نوعين، هنقول في نوع اللي هو هنسميه الليس، او اللي هو الستادي ستيت، او اللي هو الكارديو المتعارف عليه، اطلع على التريدميل، على العجله، على اي حاجه، امشي ساعه. ده نوع. في النوع التاني اللي هو اسمه الهيت، اللي هو بيبقى تبذل اكتر مجهود عندك لمدة 10 دقايق بقى، على حسب انت هتلعبه ازاي. فمثلا تطلع على العجلة، تمشي بالراحة 10 ثواني، وبعدين تفتح سبرنت 20 ثانية، وبعدين تنزل بالراحة تاني 10 20 ثانية، وبعدين تفتح سبرنت تاني 20 ثانية. هذا النوع من الكارديو اسمه الهيت. فانت طبعا عمرك ما هتعرف تلعب الهيت ده مثلا ساعة. انت دايما بيبقى يعني بتبقى الهيت سيشن الواحدة 10 دقايق، ربع ساعة، 20 دقيقة بالكتير قوي. فهذا النوع من الكارديو كان احسن من انك تفضل طالع ساعة ماشي بالراحة، او يعني اللي هو ايه الريتم بتاعك ثابت. كان الهيت احسن للتستوستيرون. حاجة بقى ليها علاقة بالتمرين والنوم، الريكفري. علشان انت لما ما تنامش كويس فالريكفري يقل، او تتمرن كتير قوي زيادة عن اللزوم فالريكفري يقل، او تبقى ما بتاكلش دهون كفايه قوي فجسمك برضو مش عارف يعني كالوريز ودهون عامه، فجسمك يبقى مش عارف يريكفر. ده كله بيزود الستريس هرمون في الجسم، اللي هو الكورتيزول. الكورتيزول لما يعلى في الجسم، اللي هو الستريس هرمون ده، لما يزيد بيبتدي يموت بقيه الهرمونات التانية اللي هي منها التستوستيرون بتاعك. فعشان كده احنا محتاجين نهتم بالريكفري. علشان كده تلاقي التمرين مثلا، سواء كان حديد سواء كان كارديو، الاكل، النوم، كل الحاجات دي كلها داخله في اتجاه ان انت ما تحرقش نفسك، بس في نفس الوقت تبقى بتعمل حاجه بتخلي جسمك عايز ان هو يرسبوند، يعني ان هو يتجاوب مع اللي انت، مع الريزيستنس، مع المقاومه، مع التمرين. وفي نفس الوقت انت بتديله اللي هو محتاجه علشان يفرز التستوستيرون. نوم، اكل، كل الكلام ده. الكاتيجوري اللي بعد كده بقى، ده هيبقى اقل اهميه منهم، بس في نفس الوقت هو من وجهة نظري انا الشخصيه كان حاجه مهمه جدا. واللي هو يعني كان الريسيرش بيقول في كان في كذا ريسيرش ماشي. اكتر واحد رن فيهم في دماغي وهحط صورته برضو هنا، ان هم لقوا من عينه عشوائيه من الرجاله نسب بلاستيك في الدم وفي العضو الذكري بتاعهم. لقوا نسب بلاستيك عاليه، وده طبعا بيأثر على التستوستيرون جدا. وفي نفس الوقت كان بيقول لك ده بسبب اللايف ستايل او العيشه اللي احنا بقينا عايشينها، ان كل حاجه بقت عامه كلها كيميكلز، كيماويات وبلاستيكات في حياتنا بطريقه مبالغ فيها قوي.
فانا عملت حاجه انا مش قادر احدد هي كانت مفيده قد ايه في زياده نسبه التستوستيرون، بس انا مقتنع انها فرقت. واحد، ان انا بقيت اغلب الحاجات اللي انا بستعملها يا الا ازاز، سواء مثلا بشرب قهوه، باكل مش عارف ايه، معالق والشوك، يا الا استانلس. فمثلا دي شيكر استانلس اهو، ده عملته كوبايه الميه بتاعتي اللي بشربها في البيت. خارج بره البيت عايز ميه برضو، الكونتينر بتاعي ده استانلس. الميه ذات نفسها فلتر، مش اللي هو الديسبنسر البلاستيك الكبير المقلوب، يعني برضو عشان بس ايه ما يبقاش فيه تشغيل دماغ زيادة عن اللزوم. بنحاول ابعد على البلاستيك على قد ما اقدر. ده بالنسبه للبلاستيكات. بالنسبه مثلا للاكل والطبيخ، بقيت احاول ابعد على قد ما اقدر يعني عن الحاجات اللي انا بستعملها في المطبخ للطبيخ، زي مثلا البانز او الطاسه او الحلل او اي حاجه، عن الحاجات اللي هي التيفال. عشان الحاجات دي لما تبتدي تتخدش او تتاثر بتبتدي تفرز ماده بتخرج جوه الاكل اللي انت بتاكله. فبقيت بحاول ابعد عن الحاجات اللي هي كلها التيفال، والحاجات اللي بستعملها اللي هي كلها السيراميك عامه. يعني هنلاقوا في حلل وطاسات سيراميك دي احسن. وده برضو بالنسبه للحاجات اللي بستعملها. وبحاول طبعا على قد ما اقدر ان انا يعني ما اكلش في بلاستيكات، ما خزنش الاكل في حاجه بلاستيك مثلا لو هدخله التلاجة. كل الحاجات دي على قد ما اقدر. واخر حاجه هتكلم عليها في التوبيك ده هي تعال نسميها الهايجين برودكتس، او الحاجات اللي هي الشامبو، شاور جel، منظفات، معجون السنان، كل الحاجات دي. الحاجات دي كلها كيميكالز وصناعيه، فانا بطلت اجيبها من السوبر ماركت، بقيت اجيب الحاجات اللي هي الاول ناتشرال. ف يعني حصل كده ان كان في شركتين مصريتين اللي هم لوكال براندز يعني، بيعملوا حاجات اول ناتشرال وفي نفس الوقت مقاطعه، فما بجيبش الحاجات اللي هي اللي احنا المفروض نقاطعها، فهي جايه في الجون جدا. وانا ماليش دعوه بالبراندين دول، بس انا فعلا بستعمل كل حاجتهم. براند الاولاني اللي هو اسمه ميراكي، والبراند التاني اللي هو اسمه بلاك لوتس. المهم بقيت استعمل البراندين دول، ان انا الشاور جel بتاعي اول ناتشرال، الصابون بتاع الايد او الوش اول ناتشرال، الديودرنت نفس الكلام، الشامبو والبلسم نفس الكلام. الكريمات مثلا اللي كنت بحطها للستريتش ماركس بطلت اعمل كده او استعمل هذه الكريمات، وبقيت اجيب زيوت طبيعيه. الحاجه اللي تعبت فيها شويه الصراحه ولحد دلوقتي ما لقيتش معجون سنان 100% ناتشرال، بس لقيت واحد فيه الكيميكالز اقل فبستعمله مؤقتا، هو كان معجون السنان. لو حد عنده فكره عن معجون سنان طبيعي 100% يا ريت يكتب لي تحت، ان انا لحد دلوقتي مش لاقي. بس عامه دي الحاجات المنتجات اللي انا ابتديت استعملها. في حاجات طبعا غصب عنك مش هتعرف تبطلها قوي يعني، عشان برضو نبقى ايه متفقين. بس مثلا لو انت بتولع شمع في البيت، حاول تجيب الشمع اللي هو الطبيعي. الروايح اللي هي كلها السينثيتك او المصنعه، سواء بقى مثلا اير فريشنر في الجو او البارفانات او الحاجات دي. يعني مش بقول لك خليك بني ادم معفن عشان برضو كلامي ما تفهمش غلط، بس في نفس الوقت يعني بلاش ترشها في مناخيرك وتقعد تشمها. يعني ده اللي انا عايز اقوله. الحاجات دي اللي تعرف تبدلها بحاجات ما فيهاش كيماويات هيبقى في مصلحتك على قد ما تقدر. ما تخليش الموضوع برضو يبقى هوس يعني في حياتك، تبقى مش عارف تعيش يعني. والكاتيجوري اللي بعديه هيبقى السبلمنتس. والصراحة ان انا ما خدتش سبلمنتس الفترة دي، كنت قاطع سبلمنتس خالص. منها كنت عايز اعرف جسمي يعني يقدر يوصل لايه طبيعي، وفي نفس الوقت انا ما كنتش يعني حاسس ان السبلمنتس عامة اللي هي الطبيعية هتعمل النتيجة اللي هي لو انت عارف تظبط كل حاجة. بس السبلمنتس اللي قد يكون ليها بعض الفوائد اللي تاني انا ما جربتهاش، بس يعني هقول عليها حاجات زي الزنك، اوكي، حاجات زي الفيتامين دي 3، وحاجات زي الفيش اويل. دول التلاتة سبلمنتس اللي المفروض ان هما بيساعدوا ان جسمك يفرز تستوستيرون اكتر. بقيه السبلمنتس اللي هي بتاعت الجيم بالذات، اللي احنا بنشوفها في محلات السبلمنتس، اللي هو يقول لك ده تيست بوستر وده مش عارف ايه وبتاع، اغلبها وبمنتهى الامانه يا بلح، يا الا النتيجه بتاعتها تعال نقول مثلا اقل من 1%. فيعني دي فلوس في الارض ملهاش لازمه. انا شخصيا فعلا ما كنتش باخد سبلمنت. السبلمنت الوحيد اللي كنت باخده هو الكرياتين، وكان في فتره كنت موقفه ورجعت اخده مثلا اخر شهر او حاجه. بس يعني حتى الواي ما كنتش باخد، وكنت باخد بري ورك اوت يعني عشان اللي عارفني عايش عارف ان انا عايش عليه. يعني اخر حاجتين هقولهم ودول يعني هحطهم مع بعض، وفي الاخر خالص
دول اقل حاجه. بقى هو الاسترس تاثيره في الحياه مش قليل، هو بالعكس تاثيره عالي، بس انا حاطه تحت خالص عشان انا واجهت صعوبه في ان انا اعرف امانج الاسترس في حياتي، عشان دي حاجه غصب عني يعني. انما لو انت تقدر تتحكم في حاجه زي كده، تعرف تبعد الحاجات اللي بتعمل لك ستريس، بتعمل لك مشاكل، الحاجات اللي بتخليك مش عارف تنام، عمال بتفكر، عمال بتجز، عمال بتحرق في نفسك، كل الحاجات اللي بتعمل ستريس بجد لو تعرف تبعد عنها اعمل كده. دي حاجه من الحاجات اللي تفرق معاك جدا في كل حاجه في حياتك عامه، صحه وتستوستيرون ونوم ومود وكل حاجه في الدنيا. انا ما عرفتش اعمل كده قوي، فيعني حطه في الاخر، فما اقدرش اقول ان انا عملت اي حاجه اتجاه الاسترس غير ان انا ابتديت احاول ابقى ملتزم اكتر بالنوم. آه، بس مفيش حاجه اكتر من كده اقدر اقولها ليها الصراحه. واخر حاجه هقولها قد يكون ليها نتيجه، وده يعني اعتقد الناس المتجوزه اللي تعرف تعمل كده اكتر، اللي هو اللي انت what you don't use you lose. فاللي هو افتكروا ان التستوستيرون برضو بيفرق في الجيم، بيفرق في المود، بيفرق في البرفورمانس بتاعك، بيفرق في الانرجي، مستوى الطاقه عندك في اليوم. بس هو برضو خلي بالك الهرمون بتاع الرجاله، الهرمون الذكوري برضو له علاقه بالتناسل والتكاثر، فانت برضو لو ما بتستعملوش في الحته دي برضو جسمك مش هيبقى عنده حافز قوي ان هو ينتج غيره عشان انت اصلا ما بتستعملوش. دي برضو حاجه يعني ايه نحطها في الحسبان. ما تاخدش كلامي ان انا بقول لك تروح تتفرج على مايا خليفه عشان بس يبقى الكلام واضح، بس لو دي حاجه تقدر تعملها اعملها، مش هتخسر، بس ما اقدرش اقول انها حاجه برضو مفيده قوي في الاخر يعني. بس وهو ده غالبا هيبقى فيديو النهارده. اعتقد ان هو خلص على كده. لو في حاجه مش واضحه او حاجه حد عايزني اوضحها سيبوا لي الاسئله تحت، ونتائج التحاليل انا مش عارف هحطها لكم مثلا هنا لو ما حطيتهاش في اول الفيديو. هو كان 300 وشويه ووصل 600، 300 لشويه لحد في اخر العشرينات، ده رقم سيء جدا. 300 ده رقم ممكن يبقى حلو لحد في الخمسين او الستين من العمر، فكويس انا عرفت اوصله 600. وده كل حاجه انا اقولها عن التستوستيرون. انا ان شاء الله بدات كت، اللي متابعني على الانستجرام عارف ان انا بدات كت من قريب. فالفيديو الجاي انا هعمله هيبقى عن ازاي انا هعمل الكت بتاعي وما اخسرش التستوستيرون بقى، وانا بحاول ارمي الدهون والبادي فات. وان اي حد عارف يعني الناس الطبيعيه بالذات لما تبتدي تعمل دايت عنيف قوي ويبتدي نسبه الدهون في جسمها تقل جامد ويبقى الاكل كمان قليل، غصب عنهم التستوستيرون في جسمه الطبيعي بيقل. برضو جزء منه بيبقى بسبب الاسترس وبسبب قله الاكل وكل الحاجات دي. فالمفروض ان انا الكت ده هاخده بالراحه. ما عنديش بطوله او ما عنديش حاجه معينه بحضر لها، بس ده ما يمنعش ان انا احاول اوصل لكونديشن كويس يعني. وفي نفس الوقت هحاول اعمل كده ما دام انا ما عنديش بقى ديدلاين، ما عنديش ميعاد معين بحاول اوصل له. فهحاول اعمل كده باكتر طريقه مريحه، باكتر طريقه ما تاثرش على التستوستيرون اللي انا رفعته يعني الحمد لله اخيرا. فده هيبقى الفيديو الجاي. ف هحاول ما اتاخرش عليكم، واللي عنده اسئله يسيبها لي تحت، واللي عجبه الفيديو بليز دو لايك شير اند سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. ماشي.